السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هوريكم مشترياتي من هايبر باندا للبيت واللانش بوكس، وكمان هقول لكم على منيو اكلات الاسبوع ده باذن الله علشان اديكم افكار جديده لاكلات الاسبوع. يلا نبتدي على طول. ما تنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. يلا نبتدي على طول. جبت لهم الخيار وده اكتر خضار هما بيحبوه، طماطم وكمثرى، بصل، وهنا في توت اسود واحمر وفراوله، خس للسلطه، وجبت لهم زبادي. انا اول مره اجيب لهم زبادي من فتره طويله، بس هما كانوا بيحبوه جدا وهم صغيرين، لما كبروا شويه بطلوا ياكلوه، فانا اخدت رايهم وقلت لهم نجيبه نجربه، فجايبه لهم هنا 4 بس علشان يجربوهم. ودانت بغزل البنات ودانت بالشوكولاته. وهنا كمان جبت زيت زيتون علشان اللي عندي خلص، وسمنه فارم، ودي اكتر سمنه قريبه قوي من السمنه البلدي بتاعت مصر. فانا بحب اجيبها من يعني اكتر الانواع اللي انا بحبها جدا. جبت هنا توست اسمر وتوست بالحليب، عايزه اخلط لهم بين الاتنين واديهم النوعين لان الاتنين مفيدين. التوست بالحليب بيكون فيه كميه كالسيوم اكتر، والتوست بالبر بيكون فيه كميه فايبرز اكتر، فعايزه احاول اديهم الاتنين. تورتيلا، وهنا حاجات الساندوتشات، بيبروني، جبنه جوده، ورومي مدخن، زبده، جبنه كيري، طماطم للبيت وطماطم لللانش بوكس. وهنا كمان جبت 3 من الدقيق، دول كانوا 3 عليهم عرض، كانوا 3 ب9 ريال. وجبت هنا اول مره اجيب ده، جبت ده هو عباره عن مجموعه من التوت. انا عايزه اعمل سموزي، عايزه اجرب ان انا اعمل سموزي، فده فيه فراوله وتوت احمر وتوت ازرق، وبنحتاج معاه طبعا زبادي ولبن وعسل لو محتاجين ان احنا نخليه احلى شويه، فانا ان شاء الله عايزه اجربه ليا والاولاد، وبيكون مفيد جدا، فيا رب ان شاء الله يعجبهم. وسما كانت عايزه هنا برضو كيري اللي هي غمز وقرمش، هي بتحبها اكتر بصراحه من لافاش كري، فلو هتجربوا كيري احلى من لافاش كري في النوع ده. كمان هنا البنات قالوا عايزين من نسكويك بتاع الكورن فليكس اللي هو بيكون شكله كده، فجبت لهم منه علبه. وهنا جايبه القهوه بتاعتي اللي هي بالكراميل، وبعد كده لقيت واحده بس فجبت واحده تاني بالكابتشينو. انا مش بحبه قوي لانه بحتاج ان انا احط له سكر، لكن دي بتكون مش محتاجه، فبس ما كانش في تاني فاضطريت ان اجيب بيه الكابتشينو. جبت هنا للاولاد حاجه حلوه جيلي، هما كانوا عايزين، او احنا كنا بندور على اللي بالهمبرجر بس ما لقيناهاش، فجبت لهم بتاعه العربيات دي فان شاء الله تعجبهم. وجبت رفايولا ليا انا، وجبت لهم كندر هنا الشوكولاتات ميني تشوكلتس. انا بحب اجيب لهم حاجه حلوه بس تكون صغيره، اصل هم يقدروا ياخدوا حاجه حلوه كل يوم بس ما تكونش حاجه كبيره يعني. جبت هنا كمان لبان سمارة بلدي صنع في مصر، ده انا بحب البان سمارة جدا. وجبت لهم هنا بسكوت، ده كان عليه عرض، كان 2 وعليه 1 مجانا، فجبت لهم هنا 3. جبت الجوانتيات دي انا بحب استخدمها وانا بقشر بصل، توم، اي حاجه عشان ما تبقاش فيه حاجه ريحه في ايديا وانا بنضف، برضو لو بستخدم حاجات معينه تضر الايدين. بس انا بنصحكم ان انتوا تتاكدوا ان هي تكون بودر فري او خاليه من البودره، لان انا جبت قبل كده فيها بودره عملت لي حساسيه صعبه قوي في ايديا، كلها كانت بتنزل دم كده، كانت فظيعه. فبنصحكم ان انتوا لو هتجيبوها تتاكدوا ان هي خاليه تماما من البودره. جبت لهم هنا للبنات ده اللي هو سائل الاستحمام من جونسون، كان عليه عرض 1 و1 مجانا، فجبت لهم هنا ده بالخوخ وده بالتوت. بس كمان جبنا هنا فينيش عشان اللي عندي خلص، والحمد لله كان عليه عرض، وكولوريكس برضو كان عليه عرض، واريال كان عليه عرض، بس ويندكس ما كانش عليه عرض بس انا كنت محتاجاه فجبته. وجبت هنا اكياس زباله، وعايزه اسالكم على نوع اكياس زباله متين انتوا بتجيبوه، لان انا جربت انواع كتيره جدا، اللي بربطه واللي من غير ربطه واشكال وانواع، بس
معظمها بحتاج ان انا احط 2 مع بعض في سله الزباله علشان ما يسربش. فلو انتوا عارفين ان هو يكون متين وكويس واكتبوا لي عليه في التعليقات عشان اجيبه، لان انا فعلا تعبت من موضوع اكياس الزباله ده. هنبتدي في منيو الاسبوع. اول حاجه في منيو الاسبوع انا هعمل ان شاء الله ملوخيه مع وراك فراخ وسباكيتي اسمها سباكيتي بولونيز او سباكيتي بصوص اللحمه المفرومه. عندي هنا هعمل مندي، تقريبا انا بقول لكم كتير قوي على المندي بس انا بحبه جدا، وصفه مروه الشافعي وسهله جدا ولذيذه جدا، فانا بحب اعملها بالسيقان بس لانها بتستوي اسرع وبيكون توزيعها اسهل. وكمان في المنيو هعمل ان شاء الله فيتوتشيني بالجمبري، وانا نفسي انزل لكم الوصفه دي، مش بتحتاجوا فيها حاجه غير الجمبري وتوم ومكرونه فيتوتشيني وكريمه الطبخ بس، ما بتحتاجوش اي حاجه تانية. فهي وصفه سهله جدا ولذيذه جدا، فان شاء الله ناويه اعملها لكم باذن الله. هعمل محشي تاتا فجبت هنا كوسه مقوره، بتنجان مقور وفلفل وخضره، هعمله كمان طبعا في طماطم وبصل عندي في العادي. جبت هنا بس بامبرز لميزو علشان الحضانه، وهعمل ان شاء الله كمان كوردون بلو. فاحتجت هنا صدور فراخ رومي مدخن، جبنه شرايح من بريزيدون وشويه من جبنه موزاريلا، وهعمله ده سندوتشات جنبيه شويه من البطاطس المحمره. هحاول ان شاء الله اكتب لكم المنيو مكتوبه يعني بعد الفيديو ده علشان لو حابين انتوا تاخدوا منها فكره. وده كل حاجه تقريبا. لا في حاجه كمان انا جبتها هنا، جبت هنا كريم القدمين ده من هيمالايا، كان عليه عرض دي ب5 ريال، فقلت ان انا اجربه ان شاء الله. وجبت كمان هنا من فازلين اللي هي زبدة كاكاو عشان محتاجينها انا والبنات. و تقريبا كده ده كده خلاص كل حاجة، وان شاء الله هنشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. سلام عليكم.